يا صباح الجمال، يا صباح السكرات والشربطات والحلويات، ويوم جديد وجميل من أيام رمضان اللي عمال يجري مننا يعني. مش عارفة أقول ايه صراحة، يعني حالا كده النهاردة 6 رمضان، يعني عمال يجري، مش عايزنا الشهر ولا ايه؟ عمال يجري مننا والله، على قد الواحد ما هو فرحان بانه في رمضان، على قد ما ان الواحد زعلان برضو انه يعني عمال يجري الشهر مننا، وده اجمل شهر في السنة. والحمد لله على كل حال. الواحد في الصيام يعني مبيبقاش قادر يتكلم قوي، ويبقى نشيط قوي يعني. بس سبحان الله، يعني بنقف برضو وننزل نجيب حاجات طلبات ونطلع نقف برضو، يعني الحمد لله ان ربنا مقدرنا على كده. بصوا بقى الحلويات الامارات اللي عندي، انا مش عارفه صراحه انا بعمل حلويات ليه. يعني امبارح عملنا حلويات، انا ليه اعمل حلويات من اول رمضان؟ بنعمل حلويات ليه لما انا عندي هنا الكنافه، ها، والقطايف والبسبوسه و... ومصنع، انا عندي هنا مصنع الحلويات، يعني ليه انا اجيب حلويات من بره؟ انا ما اعرفش او اعمل حلويات. ما علينا. حبايبنا بقى صحيوا، لسه صاحيين من شويه كده، فطروا، وقلت بقى اطلعهم يتمشوا شويه، يعني الساعه البريك بتاعتهم، يتمشوا شويه كده في الشقه. ومن ساعه ما طلعوا عاملين ايه تنطيط اللي هم الصغيرين، سامعين القطط دي على السلم، الصوت ده على السلم. من ساعه ما طلعوا بقى هم عاملين تنطيط كده، وايه ما اقولكوش يعني. بس اللي جوه خالص قاعدين يلعبوا مع توته ومع نفسهم. والولا بيتا قاعد هنا، وكارلا. شحبر فين بقى؟ هنشوف شحبر دلوقتي. ومحمد نايم مع بيبسي، او بيبسي نايم مع محمد. وكوكي كانت لسه موجودة دلوقتي. يا حبايبي، والله على عيني، يعني لو انتوا مؤدبين ومحترمين اسيبكوا في الشقة، لكن انا بفوجئ بحاجات. اهي كوكي طلعت. كوكي الوحيدة اللي بتبقى مقلقة قوي لما بتلاقي العيال هي احتضنتهم خلاص، يعني خدتهم زي ولادها. بصوا قاعدين يلعبوا جوه ازاي. فلما بيطلعوا بره هي بتزعل ليه، لان هي لما بتقعد، لما بقعدهم كلهم في الاوضه، بخش الاقيها محتضناهم كلهم، واخداهم في حضنها كده ونايمين. وامبارح دخلتهم الدولاب، مش عارفه ليه قلت لها يا حبيبتي كبروا على كده خلاص، مش ننات، دول كبار ما شاء الله. مش خلاص، هي اعتبرت نفسها مامتهم ومسؤولة عنهم. فسبحان الله يعني. هي الوحيدة بقى اللي بتزعل لما بفتح الباب. بس قلت لا، لازم اهويهم شوية عشان برضو ما يكتئبوش يعني، ويجيلهم كآبة وكده. اهو دخلوا بقى تحت السفرة، ابص كده شوف احسن يكونوا ايه، بيعملوا معاك جلاش ولا حاجة. الولا شحبر هو اللي تحت السفرة. م? فربنا يستر منه بقى. اهو البت كمان كانت جوه، ولا مش عارفة مين بحر ده ولا مين. بص كوكي حتى وراهم تقولهم يا عيال تعالوا يلا نخش الأوضة، ألمكم كده في حضني ونتدفى. واخدين بالكم؟ أنا فاهمة الحركات دي كويس. فأنا هسيبهم كده شوية معايا، طالما أنا قاعدة دلوقتي مخلية بالي عليهم. و هبقى ادخلهم بقى كمان شويه كده، عشان هخش المطبخ. عارفين بقى يعني قرب العصر كده الواحد بقى بيخش المطبخ يفنش بقى، يشوف اللي وراه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اه بصوا شايفين؟ اه. تعالوا هنا تحت السفرة، بخاف اوي الحتة تحت السفرة دي، بكتشف بعد كده المواضيع. مم. يلا اسيبكم على خير حبيباتي، في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.